ذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله رأى في المنام نورا عظيما عظيما عظيما، وسمع منه صوتا يقول: يا عبد القادر، وصلت إلى الغاية فلا صلاة عليك. لو أن هذه الرؤيا صارت الإنسان، ويحلم من الرؤيا، حلم من الشيطان، لو صارت لهؤلاء المدعين لطار بها فرح. فقال له عبد القادر: كذبت ولكنك شيطان. يقول: فتمزق النور على طول، فصار هذا النور من تخيلات الشيطان. فالمهم أن الله تعالى نعود الآية فسر أولياء الله بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأما جزاؤهم فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا يحزنون على ما مضى، لأنهم قد ملأوا ما مضى بالإيمان والتقوى، والحزن إنما يكون على فوات المحبوب. أما هؤلاء فقد عملوا أوقاتهم بالإيمان والتقوى. اللهم اجعلنا منهم.